النشيد الوطني الجزائري. النشيد الوطني الجزائري هو يعتبر نشيد حربي. نشيد مفدي زكريا هو نشيد حربي، والمقطع المحذوف هذاك من اللي صار في زمن الشاذلي بن جديد واللي وقعت إعادته بقرار من الرئيس تبون هو فيه رسالة سياسية، رسالة سياسية قوية جدا لفرنسا. وهو الاستعمار الفرنسي هو الاستعمار دائما بشع، ولكن من أبشع أنواع الاستعمار هو الاستعمار الفرنسي. والاستعمار الفرنسي للجزائر راهو ما تنجمش الجزائر تنسى ويلات الاستعمار، مش ممكن. معناها إذا كان من الثورة الجزائرية، من ثورة غورة نوفمبر 54 إلى 62 استشهد فيها 1.5 مليون جزائري. راك تشوف مذكرات أحمد بن بلة معناها من الاستعمار الفرنسي للجزائر من 1830 اللي هو استعمار استيطاني كما ذكرت مريم، معناها تسميها الجزائر الفرنسية بالضبط، معناها مش استعمار استيطاني كما نشوفوا تو في فلسطين المحتلة كيف نفس الشيء. استئصالي سامحني، استئصالي يعني. معناها تغيير قشرة نتاع بلاد بكل على جميع المستويات. معناها قلت مذكرة أحمد بن بلة يتحدث على 7 ملايين شهيد من 1830 إلى ذكرى الثورة، إلى الثورة سنة 54 اندلاع الثورة المسلحة بقيادة جبهة التحرير الوطني. معناها 8 ملايين ونصف شهيد. احنا دائما نستحضر 1.5 مليون، هذيك راهي 1.5 مليون بعد اندلاع الثورة سنة 54. يعني كانت مذابح دموية. راهو في مظاهرات سطيف ماتوا 45,000 في يوم واحد في مظاهرات. معناه كان استعمار بشع إلى أقصى الحدود. نرجعوا لإعادة هذا المقطع النشيد الوطني. لهنا الإعادة نتاع المقطع هذايا يا فرنسا قد وذا وقت العتاب. هذا المقطع المحذوف هو قلت فيه رسالة سياسية. الآن الجزائر معناها تغيرت نبرتها نحو فرنسا. فرنسا ترفض الاعتذار للجزائر، ومن الدول القلائل كما قال سعادة السفير معناها اللي رفضت الاعتذار. احنا نذكروا مثلا اللي ايطاليا اعتذرت لليبيا، برلسكوني وقت للقذافي اعتذرت على الاستعمار الفاشي لليبيا وقدمت تعويضات. صحيح، قدمت تعويضات لان الاعتذار وراه تعويضات بالطبيعه. هذا علاش احنا الفرنسيين ربما ما يحبوش يعتذروا. الحاجه الاخرى زاد كيف اللي الرئيس القياده الحاليه للجزائر معنا شفنا احنا مثلا نعطيك اشارات فقط لان ما مش بنطولوش. الرئيس تبون مثلا والاستقبال الكبير اللي تم استقباله به في الكريملين معنا من طرف الرئيس بوتين وحضور منتدى اقتصادي في سان بطرسبورغ غادي. وهنا التحولات اللي حكى عليها تو بكري سي ناجي وسعادة السفير، التحولات الاقتصاديه اللي صارت. يعني اذا هنا الجزائر تدخل بنعرج بعدها جديد في ربما في تحالفاتها الحاضره. هي رساله، هي طبعا لا يمكن تستغني عن فرنسا لان الجاليه الجزائريه في فرنسا كبيره جدا، ولكن هي رساله قويه.